لعبة لو خيروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم راح يكون لعبة لو خيروك، يعني يحط لك خيارين وتختار واحد منهم. طيب لا تنسوا اللايك والاشتراك في جاسوس كل جديد على قناتي، وكل حساباتي تلاقونها تحت في صندوق الوصف. روحوا ضيفوني على حساب واعذروني يا جماعة الخير عن القطعة، لأن الفترة هذه عندي امتحانات نهائية واختبارات، فما قدرت اني انزل لكم اي شيء. تقريبا صار لي فوق الاسبوعين وانا قاطع. اتمنى انكم تعذروني، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني بالفترات الجايه بنكثف تنزيل المقاطع باذن الله، يعني على الاقل كل اسبوع فيديو. فاعذروني عن القطعه، صار لي اسبوع ما نزلت شيء. اتمنى انكم تعذروني وتراعون ظرفي، لان صراحه كان عندي امتحانات نهائيه ولا زال عندي امتحانات نهائيه. يعني احنا ما خلصنا، تخيل احنا ما خلصنا وانا قاعد نزلت لكم الفيديو. قلت والله ما اخليكم اسبوعين قاطع لكم، ليش؟ فنزلت الفيديو هذا. تابعوا معي الفيديو، احبكم وايد ويلا. اول لو خيروك عندنا اللي هو تستحم بماي بارد او بماي حار. بايخه يا اخي، نبي شيء مستوى يا اخي. شنو هذا؟ نبي شيء مستوى. بس يعني لو خيروني استحم ماي بارد ولا حار، بختار صراحه اثنينهم بتتعذب فيهم، يعني لا تحاول. ماي حار ولا بارد بتتعذب، بس ماي حار صراحه. ماي حار بختار، ماي حار، لان اثنينهم بتعذب فيهم صراحه، لكن بختار ماي حار. طيب 40% اختاروا ماي حار صراحه، يعني ما لومكم. في ناس تحب الماي الحار وناس تحب الماي البارد، بس انا نفسي يعني افضل الماي الحار، انه مو حار لا، دافي ايه تقريبا. يعني لو جوك يا عزيزي المشاهد وقال لك لو خيروك ايباد ولا لابتوب، شنو بتختار؟ انا عن نفسي الايباد حجمه كبير، لكن اللابتوب اكبر الحجم. طيب والايباد اسهل واحسن، مو احسن انه اسهل، بس اللابتوب تقدر تمنتج فيه، تسوي فيه يعني مستوى افضل. عرفتوا كيف؟ حتى الايباد يقدر نجري، لكن اللابتوب احسن. خلاص انا بختار لابتوب. وطبعا 62% اختاروا لابتوب. كفو والله، الاغلبيه معي، بس حلو. يلا لو خيروك تلعب في نادي كرة قدم عالمي، يعني نادي كرة قدم عالمي مثل ريال مدريد، برشلونة، نادي كرة قدم عالمي لكن احتياط، او نادي كرة قدم ضعيف بس تكون اساسي، شنو بتختار؟ شوفوا صراحة انا عن نفسي احب اني اكون بشيء عالمي، بس ابي شيء اساسي يا اخي يكون، لكن ما اعرف. عالمي اوكي، لكن شيء اساسي ما اعرف صراحة. ولكن اللي راح اختاره اني اكون في نادي عالمي بس احتياط. ما ادري، انا احب اكون ما اعرف صراحة يا جماعة. طيب 64% اختاروا انهم يكونون في نادي عالمي. كفو 64، يعني اغلبيه معي. لو خيروك، تخيل يا عزيزي المشاهد تقعد كذي ويقولوا لك لو خيروك تكون شخص ناجح ومهم في المجتمع لكن غير مشهور. يعني تكون شخص ناجح مهم للمجتمع بس انك مو مشهور، ما حد يعرفك، او تكون مشهور بسبب تفاهتك. شنو بتختار؟ صراحة بختار تكون مشهور بسبب تفاهتك. يعني تخيل انت، انا صراحه يعني الشهره حلمي، الشهره اني يكون حلمي، حلم من احلامي اني اكون مشهور. فخلاص حتى لو كنت تافه، لكن اهم شيء مشهور، اهم شيء احقق حلمي، فاكون مشهور بسبب تفاهتي. 24% اختاروا يكونون مشهورين بسبب تفاهتهم، و76 اختاروا يكونون مهمين في المجتمع لكن غير مشهورين. ألومكم صراحه، يعني في ناس احلامها تكون مشهوره، في ناس لا، مو مهم عندها. لو خيروك يا عزيزي المشاهد، وهذه اعتقد بتكون اصعب لو خيروك يا والله ما اقدر صراحه. لكن لو خيروك تفقد اعز اصدقائك او تفقد اعز اخو عندك، او اخوك يعني صديقك يتخلى عنك او اخوك يتخلى عنك، اختار. صراحه شوفوا، الصداقه حلوه لكن اخو احلى واهم من الصداقه. ان الصديق يتخلى عنك هذا شيء طبيعي، كل الناس تمر في الشيء هذا، ولكن الاخو يتخلى عنك شوي اصعب، يعني شوي اصعب من الصديق يتخلى عنك. فاللي بيختار ان صديقي يتخلى عني ولا اخوي يتخلى عني. وطبعا 22% اختاروا ان اخوهم يتخلون عنهم، لكن 78% اختاروا الصديق. يعني الاغلبيه الصديق، طبعا هذا شيء طبيعي، يعني كلنا من اخواننا وكلنا نحبهم. لو خيروك يا عزيزي المشاهد، وهذه اعتقد لو خيروك هذه بتنرفز الكل. ليش؟ لو خيروك ماكدونالدز ولا هيرفي؟
صراحة ماكدونالدز الفترة هذه او طول خلاص يعني ماكدونالدز صار مقاطعة خلاص لازم مقاطعة. ماكدونالدز صار مقاطعة، فبختار هيرفي لأن ماكدونالدز مقاطعة. هيرفي مقاطعة، هيرفي مقاطعة، ما أدري ما أعرف صراحة، لكن بختار أن أتخلى عن ماكدونالدز وهيرفي الحب مالي بيصير. 24% يا جماعة الخير اختاروا هيرفي، و76% اختاروا ماكدونالدز. يعني 76% ما حد مقاطع منهم. ما حد مقاطع، ما يصير يا جماعة الخير. أنا خلنا أوقف أحسن لي لأن ما أعرف أتكلم وأنا قاعد، فخلنا أشيل الكرسي هني. الحين أوكي، الحين واحد ياخذ راحته يضرب كذي يسوي كذي. لو خيروك يا عزيزي المشاهد تحذف برنامجك المفضل أو تحذف لعبتك المفضلة، شنو بتختار؟ البرنامج ولا اللعبة؟ شوفوا شيء صعب. ليش؟ لأن اللعبة لا صراحة اللعبة سهلة يعني عادي ما بلعب لعبة، فبختار إني أحذف لعبتي المفضلة. برنامجي المفضل هو اليوتيوب، ما أقدر أحذفه لأنه حلمي. شو تبون نحذف حلمي؟ ما يصير. فبحذف اللعبة أحسن، بحذف اللعبة. أوه ماي جاد النتيجة 56% من الناس اختاروا إنهم يحذفون اللعبة. أعتقد هذول تحصلونهم بفورتنايت وببجي، ما يقدرون يتخلون عنهم فاختاروها. أعتقد لو خيروك يا عزيزي المشاهد تكون طبيب والناس تكرهك أو تكون عامل نظافة والناس تحبك، تبون الزبدة؟ أنا إنسان كلام الناس ما يهمني. عن نفسي بختار إني أكون طبيب والناس تكرهني، لأن شنو يعني أهم شيء نفسي. يعني كلام الناس ترى مو مهم. كلام الناس وده لا يقدم ولا يأخر حبيبي. تكرهوني تحبوني أهم شيء نفسي عادي. بس ما راح أكون عامل نظافة، ما بكون عامل نظافة. ليش؟ لأنه شيء صعب، فأختار يريحني أحسن ما أتبع كلام الناس. 53% اختاروا إنهم يكونون عمال نظافة. 53% يهمهم كلام الناس. كيفهم صراحة كيف؟ لو خيروك يا عزيزي المشاهد المال أو الأطفال، شنو تختار؟ مال أو أطفال؟ يو عاد الأطفال مسؤولية وقروشة ولوية شيء يعني. فعن نفسي بختار المال صراحة يعني أكيد المال أحسن. يعني تخيل الحين أوكي خلاص أخذ مال وتزوج وتجيب عيال واطلع وسافر واستانس. تخيل لو اخترت أطفال، بتجيب أطفال ولا عندك فلوس ولا شو الفايدة؟ أختار مال، أروح أتزوج، أجيب عيال، أروح أسفرها شهر العسل، أروح أنا شهر العسل ويعني أوكي. لو خيروك يا عزيزي المشاهد تملك بساط علاء الدين الطائر أو تملك العباءة السحرية، يعني اسمها البساط الطائر تطير والعباءة السحرية تختفي، فأنت شو تبي تطير ولا تبي تختفي؟ اختار. أنا عن نفسي بختار العباءة السحرية. أوكي واحد طار، حلو إن الواحد يطير ويسافر، لكن أحلى إنه يختفي. يعني تخيل معاي يا عزيزي المشاهد أنت الحين لابس العباية السحرية ومختفي ما حد يشوفك. دشيت المدرسة ورحت أي مكتب أو رحت المكتب وخذيت ورقة من أوراق الامتحان النهائي. أوه ماي جاش بدون ما حد يدري، ترجع البيت الأجوبة عندك. الله. فعن نفسي بختار العباءة السحرية أحسن صراحة بالنسبة لي. أوه يا جماعة الخير هذه أحلى. لو خيروك هذه لو خيروك لكم أنتو، لو خيروك لايك أو اشتراك، وأنا أعتقد إنك بتحط اشتراك صح؟ ها؟ حط اشترك عادي ما بتخسر شيء يعني ما راح ينقطع إصبع كذا. اشترك بس أعتقد إنك بتحط اشتراك. و50% من الناس يا جماعة الخير لايك، و50% من الناس بيحطون اشتراك. اوكي يا جماعة الخير كذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد على قناتي، وكل حساباتي تلاقونها تحت في صندوق الوصف. ضيفوني على الانستغرام والسناب وتيك توك وكل مواقع التواصل الاجتماعي، واهم شيء الانستغرام ترى انزل يومياتي، روحوا وضيفوني. احبكم وايد، احبكم بزاف، احبكم برشا، احبكم كوما ولا كوما احبكم اني. احبكم سو ماتش. وتحية لأحلى متابعين من كل أنحاء العالم، حتى وانتم بالمريخ تحية لك.